السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة هجيب لكم وصفة مختلفة تماما، الفراخ الشيش. وتعالوا معايا اقول لكم على مكوناتها هتكون بصل 4 بصلات وثوم وطماطم وليمون وفلفل، والتوابل بتاعتنا هقول لكم عليها. هنجيب المكونات كلها هنقطعها ونحطها في الكبة، لو مفيش كبة يبقى الخلاط. وهنجيب الليمون وفي المصفى هنعصره عشان البذر بتاعه ما ينزلش على الخلطة بتاعتنا. طبعا طريقة الشيش دي طريقة من غير شواية ولا اي حاجة، وهتشوفوها بالتفصيل انا هعملها لكم ازاي. كده معانا احنا بنعصر الليمونتين، يكونوا ليمونتين كبار. لو الليمون مش كبير بنزود في العدد بتاعه عشان نسبة المزازة بتاعته. وبعد ما خلصنا الخلطة بتاعتنا دي هنضيف لها التوابل بتاعتنا اللي هتكون عبارة عن ملح وبابريكا وكمون وفلفل اسود وملح. هنضيفها على الخلطة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، وهنقفل وهنضربه. لازم نضربها كويس، لو مفيش كبة قلنا هتتضرب في الخلاط هتبقى نفس النتيجة وافضل كمان. وهنيجي في الحلة بتاعتنا، احنا طبعا غاسلين الفراخ بتاعتنا ونقعينها كويس ومطلعينها مصفينها في مصفى. هنمسك قطعة قطعة كده وهنعمل ايه، هنيجي جنب العظم بالظبط وهنغز بالسكينة كده بحيث ايه التسوية تبقى سهلة وتبقى الفراخ مستوية. هنمسك حتة حتة وهنيجي من جنب العظم وهنفتح كده او نفتح بالسكينة. الطريقة دي عشان الفراخ تستوي. هنفضل كده لحد اخر قطعة وخلصنا الكمية بتاعتنا كلها. وهنجيب الخلطة بتاعتنا وهيكون الملح بتاعها مظبوط، وهنضيفها على الفراخ في الحلة بتاعتنا، ولازم نتبلها كويس. في حاجة تانية، انا عشان كنت محتاجة ان انا اعملها بسرعة عملت الخلطة بتاعتي وحطيتها على النار تستوي على طول. لو بايتة من الليل بيكون افضل، او قبلها بساعتين 3 بتكون النتيجة افضل، انها تكون شربت من كل المكونات بتاعتها. بس عادي لو عملتوها وكده بسرعة كده عادي. يعني انا حطيتها على النار وعلى طول استوت معايا، وزي ما انتم شايفين ده الشكل، مش الشكل النهائي، ده الشكل بعد تسوية الفراخ. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده. احنا كده سوينا الفراخ بتاعتنا وطفينا عليها. بعد كده هنجيب زيت ونحطه في القلاية على النار، وهنحمر الفراخ بعد ما ناخدها من الخلطة بتاعتها. هنحمرها على النار في قلاية، وهنيجي على العين التانية واحنا شغالين كده لازم تتحمر معانا كويس. شايفين هي ابتدت تاخد اللون من تحت، والعين التانية حاطين عليها الفحمة بتاعتنا. واحنا بنحمر الفحمة بتتحط على النار في الخطوة الأخيرة. وبعدين بعد ما حمرنا حطيناهم كلهم في حلة ليها غطا كويس يكون محكوم. وهنجيب قشرة البصلة دي وهنحطها في وسطهم. البصلة دي هتتحط في وسط الفراخ بتاعتنا في قلب الحلة او الصينية، الحاجة اللي هتغطوها تكون محكومة. وهناخد الفحم بعد ما ولع هنحطه على البصلة. الفحم اللي احنا ولعناه حطيناه على الفراخ بعد ما حمرناها. شوفوا شكلها كأنها معمولة على الفحم. وهناخد بقى حبة من الزيت اللي حمرنا فيه وهننزل على الفحم بتاعنا، بس مش كتير، هناخد حبة عشان تطلع ريحة الفحم بتاعنا على الفراخ. وهنغطي بسرعة عشان ما تطلعش الريحة بتاعت الفحم بره. هنغطي بسرعة بغطا محكوم على الفراخ، وهنسيبها حوالي 10 دقايق. بعد ال10 دقايق هنعلي الحلة بتاعتنا وهنشيل الفحمة من عليها، وده شكلها خلاص كأنها نازلة من على الفحم حالا. والصلصة بتاعتها، الخلطة بتاعتها دي ممكن نخزنها في الفريزر ونطلعها مرة تانية، وممكن نضيف عليها شوربة ونعمل بيها لسان عصفور. وده الشكل النهائي بتاعنا للفراخ، وطعمة جدا ومش ناشفة وطرية. وبألف هنا على صحتكم.
واعملوا اشتراك ولايك للقناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.